السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، نلتقي في حلقة جديدة مع أخونا ياسر العيدرقاوي في موضوع جديد حول الفرق ما بين المؤمن والمسلم في القرآن الكريم. تدبر عميق من أخونا ياسر، فلنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الإخوة الكرام، عدنا بعد تثبيت فكرة الإيمان ووضعها على هذه الهياكل في مفهوم الإيمان اللازم والإيمان المتعدي. نأخذ خامة المسلم والإسلام ونضعها على نفس الهيكل، فيصبح الفعل الثلاثي سلم. سلم أي أن هذا الإنسان يعيش في سلام، لا يأتيه أو لا يتعرض لأي أذى ولا ضرر ولا اعتداء من جهة. هذا هو الإنسان سلم فلان، لأنه اشتقاق من السلامة، من السلام. يسلم فهو سالم أو سليم، ده الفعل الثلاثي. سلم يسلم فهو سالم، ما مسلم، ما مسلم فهو سالم أو سليم. طوال نجيب الألف الهمزة المتعدية وطوال ندخلها لأسلم. ليه سلمة؟ هتكون شنو؟ أسلم، يسلم فهو مسلم. إذا مفهوم المسلم يتحدث عن الإسلام المتعدي لا الإسلام الداخلي. فالمسلم هو الذي يكف الأذى والضرر والاعتداء على الناس، نقطة. أي تعريف للمسلم غير كده برا. المسلم هو الذي يكف الأذى والضرر والاعتداء على الآخرين، لأن السلام ضده الاعتداء، الأمن ضد الخوف، السلام ضد الاعتداء والأذى، ومعروف السلام. فأنت إذا كنت تصدر للناس السلام، عدم الاعتداء، لا تعتدي على شخص ولا تؤذيه، فأنت مسلم، كف الاعتداء. ولذلك هو أقل درجة مطلوبة منك. وما بين المسلم والمجرم لا توجد منطقة وسطى. ونفس هذا المثال تطرقنا له في البرنامج السابق ما بين العدل والقسط، فذكرنا أنه أقل درجة أنت مطالب بها رغما عنك هي أن تكون عادل حتى مع من تكره. القسط هو القيمة، القسط هو القيمة الرفيعة الدائر ربنا يربيك ليها ويدفعك ليها، أنك تكون مقسط. لكن كونك تكون عادل الله ما شاهدك. كونك تكون عادل دي ما قيمة إيجابية تحسب لك. هذا الذي ينبغي أن يكون كحد أدنى، أنك تكون عادل حتى مع الشخص اللي بتكرهه. لذلك ربنا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم، بغض وكره، ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أقل حاجة دايرة منك أنك تعدل. لكن عندما ترتقي من العدل وترتفع تصبح مقسط. لذلك هذا هو الاختلاف بين القسط والعدل. إذن أقل حاجة ربنا دايرة منك في الدنيا دي عشان أنت تخطو نحو الجنة، تزح، بس تزح من الجنة، مش هو من زحزح عن النار وادخل الجنة، أنك تكون مسلم. أنسى كلمة تسلم معناها تدخل في تؤمن بمحمد، لا 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 لا، أنسى التصورات الداخلية دي. نحن اتفقنا من البداية العقيدة أنسى، أنا ما تجيب لي سيرة العقيدة. أقل حاجة أنت تخطو خطوات تزح من النار أنك تكون مسلم. مش معناها أنك تدخل في دين محمد، لا، أنك تكف أذاك والضرر والاعتداء على الناس، أنت كده مسلم. ولذلك ما دون المسلم مباشرة، يعني إذا فقدت عندك قيمة مسلم أنت مباشرة أصبحت مجرم. أفنسأل المسلمين كالمجرمين. عشان كده ربنا لما خاطب الذين آمنوا قال يا أيها الذين آمنوا الذين منحوا الأمن والطمأنينة للآخرين اتقوا الله، كفوا الاعتداء، لأن التقوى جاءت مقابل العدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر قصاد الإثم، التقوى عكسها العدوان. عشان كده قال يا أيها الذين منحوا الأمن
حاولوا خليكم على هذه الدرجة، واتقوا الله، إياكم أن تحتدوا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ليه ما قال لهم ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون؟ لأن الإيمان قيمة رفيعة. أقل حاجة إياكم أن تهبطوا من درجة الإسلام، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحد الأدنى اللي بيمرقك يزحك من النار أنك تموت مسلم، لأنك إذا خرجت من المسلم مباشرة حتقع في المجرم. ما فيش منطقة وسط سلك شايك ما بين المسلم وما بين المجرم. يعني ما تفتكر المسلم واقف هنا وفي محل فاضي المجرم يبدأ من هنا، لا، المسلم والمجرم في خط واحد. انت من الخطوة جاي مسلم، وقعت من الخطوة جاي خطوة دخلت في الإجرام. عشان كده قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن المسلم هو الذي يمنح السلام للآخرين، بمعنى يكف أذاه ويكف الضرر والاعتداء. وبالتالي عشان هو ما قيمة إيجابية رفيعة ما جاء خطاب يا أيها الذين أسلموا. عرفت؟ الخطاب كله يا أيها الذين آمنوا. ليه ربنا ما قال يا أيها الذين أسلموا؟ لأنه يا أيها الذين أسلموا سووا كده، لا، أسلموا دي أنت ما دخلت في الذين أسلموا، ما أنت مجرم، يخاطبوك يودوك وين؟ يا أيها الذين أسلموا هذا الذي يجب، دي العرضية المفترض أنت تكون عليها عشان أخاطبك بقيمة. عشان كده قال يا أيها الذين آمنوا، باعتبارك أنت مسلم. دي ده البيزك، دي القاعدة التحت ما تطلع منها. ما جاء خطاب نهاية يا أيها الذين أسلموا، يقول يا أيها الذين آمنوا. إذن هذا هو مفهوم المسلم. فأي شخص يكف أذاه والاعتداء ويوفر السلامة للناس فهو مسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى ما سمى نفسه المسلم. ليه؟ لأنه حيكون كاف في ضرر وأذاه عن الناس لكن ما عنده شغل تاني، ما عنده مشغلة فاضي. لا، الله هو المؤمن، وبالتالي كل مؤمن بالضرورة أن يكون مسلما، وكل الذين آمنوا هم في الحقيقة مسلمون، وكل مؤمن هو بالحقيقة مسلم. وتأتي الترتيبات في القرآن إن المسلمين والمسلمات، دي القاعدة، والمؤمنين والمؤمنات بعديها، والقانتين والصادقين والصالحين، لحد ما تجيك الذاكرين الله كثيرا للذاكرات. فأنا أستغرب من شخص هو ما دخل الإسلام يضر الناس بالقول والفعل ويخون وشايل له سبحة وداري يصل مرتبة هي رقم 9، انت ما بديت واحد. عشان كده لما انت تستجيب ربنا يقول انه يستجيب الدعاء للاتقياء، ولو انت تقول دعوت ولم يستجيب لي انت ما دخلت الاسلام اصلا. قد يقول بسم الله يبقى مسلم اول حاجه. عرفتم الآن كيف هي الجماعات الداعشية وجماعة الإخوان والإسلام السياسي والجهادية؟ الناس كلهم طلعوا من الدين كما يخرج السهم من الرمية بسبب العقيدة. أقتل واضبح وارجم وسوي، الناس كلهم برا خالص. وإذا معتقدك زي ده أنك تعتدي على ذو القيمة برا، لأنه بعدين شروط القتال ذاتها، هل المؤمن ما يقاتل؟ لا، وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا. لكن عندما تقوم بالحق، وكيف تصنف فيهم الفئة الباغية بين المؤمنين اللي اقتتلوا ديل، ده موضوع آخر. نحن بدنا نضع الهيكلين ديل. شو مفهوم؟ إذن المسلم هو الذي يوفر السلام للآخرين ويكف أذاه ويكف الضرر والأذى والاعتداء على الناس. هذا هو المسلم الحقيقي. إذن أيها الأحباب، من هذا الموضوع سندخل مباشرة على التطبيقات العملية على بعض النماذج. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، نفهمها كيف نفهمها؟ حنجي نشرح وحنشوف النبي عليه الصلاة والسلام ببلاغته عرف لنا المؤمن والمسلم، لكن نحن ما عاوزين نسمع وما عاوزين نقتنع. أيها الأحباب، نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة لنرى بعض التطبيقات وكيف هو التعريف النبوي للمسلم والمؤمن. إلى أن ألتقيكم، السلام عليكم ورحمة الله. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك ليتوصلوا بكل جديد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.